اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لعلك محتوى. لو انت مش على انستجرام فهتلاقي اللينك في الديسكربشن تحت. فيلا بينا نبدا. يلا بينا. في حاجه بقت تقطع القلب اليومين دول، انك تلاقي اللي لابس عمامه وواقف على المنبر مش جاي يوصلك لكلمه ربنا، ده جاي يوصلك لاجنده ممكن ما تكونش اجندته اصلا، اجنده اللي بيموله او خايف يخسره. بقينا نشوف شيوخ بيعدلوا في الدين عشان الدنيا، يبرر يرقع يلاوع، وفي الاخر يقول لك الناس مش مستحمله لازم نيسر. ماشي يا مولانا مفيش مشكله، الدين يسر وكل حاجه، بس ما تقلبش الحرام لحلال ولا الحلال حرام عشان تراضي الناس. شيوخ المنصر اللي حولوا الدين من رساله لاداه، ومن وحي لسلعه، ومن شرف لاكل عيش. كل شويه يطلع لنا واحد احنا محتاجين نغير كذا، محتاجين نعمل كذا، نغير نقول كذا، الفتوى دي ما تنفعش لازم نغير فيها. طب يا مولانا ده في نص بيقول الكلام ده؟ لا، ده تغير على حسب الحاجه وعلى حسب العصور والى مدى التطور الذي قد وصل اليه الناس. اسالوا السؤال الاهم، هو انت هتطور ايه؟ هتطور في حدود ربنا ولا السنن ولا في اصول العقيده؟ ما هو اللي بيقربك من ربنا مش محتاج تحديث، اللي محتاج تحديث فعلا هو قلبك. شيوخ بقى يقولوا اللي الناس عايزه تسمعه مش اللي محتاجين يسمعوه. الدين مش جمهور بيسقف لك، الدين جمهور بيشهق لما يسمع كلمه الحق حتى ولو وجعته. عارف لما الشيخ يبقى ترند يبقى في حاجه غلط، مش الغلط ان هو يبقى مشهور، الغلط انه يسعى للشهره على حساب الحقيقه. ويجي دور بقى شيوخ النفاق، ودول بقى الكارثه الكبرى، اللي بيغير وشه على حسب مين قدامه النهارده، بيبوس رجل السلطان النهارده ويكفره بكره لو سقط عادي. اللي كان بيقول على شيء حرام بقى بيقول مسموح بالضروره، والضروره دي مش لينا، ده لجيبه وفلوسه والحياه. شيخ بيبرر الظلم وبيقول عليه حكمه، ويسكت على الفساد ويسميه مصلحه عامه. طب والحق؟ الحق راح فين؟ اللي كانوا بيصرخوا في وش الطغاة فينهم دلوقتي؟ ربنا بيقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دول بس مش بيكذبوا على الناس، دول بيكذبوا على ربنا وبيكسبوا من ورا الكذب ده. الناس بقت تايهه ومش لاقيه حد يوجهها فعلا، كل ما يلاقوا شيخ يتعلقوا بيه عشان بعد كده يتفاجئوا ان هو بيبرر للغلط وبيخلي الصح نزل، وبيتكلم عن الجهاد وكانه كلمه محظوره، وبيتكلم عن الحجاب وكأنه تقليد بدوي، وبيتكلم على الحدود وكأنها تخلف. الدين عند بعضهم بقى يعتبر حرج مش فقر. لو خايف تقول الحق اسكت، بس ما تقولش باطل، قول على الغلط غلط حتى لو انت بتعمله. لما شيخ يطلع على الشاشة هو عارف ان هو هيغير في كلام ربنا عشان مصلحة دنيوية، فده مش شيخ، ده ببساطة موظف علاقات عامة. الناس مش محتاجة شيخ يطبطب، الناس محتاجة شيخ يصحي. الناس عايزة كلمة حق تنور لها طريقها، مش كذبة جديدة تخدرها اكتر. وبس كده، دي كل حلقتنا النهارده. لو عجبكم محتوى السيشن عاملين لايك، اشترك في القناه وتفعل الجرس. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.